اسمي أمل رجأبة من وحدات حماية المرأة يبجة. نحن اليوم نستذكر 8/آذار كعيد المرأة العالمي. هذا اليوم لتخليد جهود النساء التي بذلنها من أجل إحياء هذه الذكرى ليكون يوم عالمي للمرأة، الذي بدأ بالبداية في مظاهرة عندما حملت النساء الورد والخبز للمطالبة بحقوقهن بالمساواة بالساعات العمل ومنع عمالة الأطفال وحق الاقتراع بالنسبة للمرأة عندما كانت في الولايات المتحدة بداية. ففي هذا اليوم تم الاعتراف فيه كيوم عالمي للمرأة. تم الاعتراف به دوليا بعد الحادثة التي ظهرت في نيويورك في معامل النسيج، التي على إثرها توفيت فيها أكثر من 140 عاملة بسبب نقص سبل الوقاية في ذلك المعامل. فتم الاعتراف به عالميا بأنه يوم للمرأة العالمية، وذلك لإعطائها حقوقها وتقديرا لجهود المرأة عالميا بما تقوم به من بناء وتربية هذا المجتمع. ونحن كوحدات حماية المرأة نستذكره في كل عام، وذلك من أجل تقديرا للجهود وحدات حماية المرأة التي تبذلها في جميع الجبهات، وشهيداتنا اللواتي قدمن أرواحهن فداء لهذا الوطن ولهذا المشروع ولحرية المرأة وإخلاصها من العبودية التي مرت بها في جميع العصور السابقة، وخاصة في وقت داعش، الحرب الخاصة التي تمر عليها أيضا خلال الرأسمالية، والتي تطبق عليها كاستعمالها كسلعة تتداول. فنحن اليوم كوحدات حماية المرأة نعايد جميع نساءنا في جميع أنحاء العالم وندعم ونهنئ كل جميع النساء بهذا اليوم. وكمرأة عربية ندعو جميع النساء العربيات لأجل يجدن أنفسهن ويقوين من شخصياتهن لكي تجد نفسها المرأة القوية الحرة التي تمشي على نهج الحرية والديمقراطية، لتجد نفسها بالحرية الصح وليس الحرية الليبرالية. كفكرة القائد عبد الله أوجان الذي أعطى للمرأة الحرية الحقيقية التي تبحث عنها جميع النساء، أن كنا في جميع المكونات العربية والكردية والأزيدية. ودائما نحن نمد يد العون لجميع النساء في جميع أنحاء العالم.